أنجح مسا على بياعين الملابس في مصر والعالم كله. النهاردة هنحكي حكاية واحد من أنجح الناس في العالم، وبما إننا بنتكلم في مجال الملابس فده واحد من أنجح وأشهر البراندات في العالم، زارا. نشأ أمانسيو أورتيجا عام 1936 من أسرة أسبانية فقيرة في بلدة ليون، واتجه هو وأسرته للعمل في بلدة لاكرونا أو لاكرونيا. واشتغل أمانسيو وهو عنده 14 سنة في محل ملابس، وكان دوره إن هو يوصل الملابس للأغنياء وبس. أمانسيو ما كانش عامل عادي، ده كان واحد عنده طموح ومجتهد وبيدور على حلمه، وكان عنده أمل دايما إن هو يقدر يبقى أغنى راجل في العالم. وده اللي خلاه وهو عنده 20 سنة يبقى التفصيل اليدوي في مجال الملابس النسائية معتمد عليه. وده طبعا ما جاش من فراغ، ده من خبرته العالية في المجال ده. طبعا مشي ورا حلمه لحد ما بقى عنده 27 سنة عام 1963، وفتح أول مصنع ملك، وبدأت المنتجات اللي هو بيصنعها تنتشر في السوق. عام 75 تأسست شركة زارا. يا ترى اسم الكيان الكبير ده جه منين؟ الحقيقة إن اسم زارا مستمد أصلا من اسم زوجة أمانسيو الأولى، روزا أورتيجا ميرايز. وفي سنة 1985 بدأت زارا تنتشر في أنحاء أسبانيا كلها. لكن أمانسيو ما اكتفاش بكده، ده أسس مؤسسة اسمها إنديتكس، جمعت زارا وماسيمو دوتي بولمبير بريشكا وبراندات تانية. وحسب الإحصائيات العالمية لحد دلوقتي ممكن زارا تمتلك أكتر من 10,000 متجر حوالين العالم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وسلام.